السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بالنسبه للموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده او دلوقتي في الحلقه، الموضوع ده كان بقاله فتره، بقاله حوالي 5 6 ايام. هو موضوع انسحاب نادي الزمالك من مباراه الاهلي. الموضوع ده طلع بعد مباراه الزمالك والمصري على طول الاسبوع اللي فات. طلع متحدث رسمي نادي الزمالك قال لك احنا هننسحب، مش هنلعب مباريات تاني من أول مباراة النادي الأهلي، غير لما كل الفرق تلعب مبارياتها في الدور الأولاني. احنا بنعترض على التحكيم. احنا. طبعا الكلام اللي انا هقوله ممكن يضايق او يزعل بعض من جمهور نادي الزمالك، بس خلينا نتكلم بس بالعقل وبالمنطق. واحد ممكن يقول لي انت مالك ومال الزمالك ينسحب او ما ينسحبش. بص هقول لك على حاجه، خلينا بس ناخد الموضوع من بدايته. هل نادي الزمالك الوحيد اللي بيتعرض لظلم تحكيمي؟ لا. هل التحكيم المصري عندنا جيد؟ لا. التحكيم كل حكم بيحكم من خلال وجهة نظره. حتى ما بتشوف مثلا ماتش للأهلي أو ماتش للزمالك أو أي فرقة تانية، أو نفسه الأهلي في بعض مبارياته لما بيحكم له كذا حكم والزمالك لما بيحكم له كذا حكم، بتلاقي قرارات أصلا مختلفة. يعني تلاقي نفس اللعبة لكن الحكم ده مدي قرار، وتلاقي في مباراة تانية نفس اللعبة الحكم تاني مدي قرار تاني. فخليني بس نتكلم ان منظومه التحكيم عندك فيها مشكله في مصر، يعني ما هيش على اهلي او على زمالك، هي على الفرق كلها. تمام. دي النقطه الاولانيه، بس خليها على جنب. النقطه التانيه، طيب هل انت عشان اتغلبت من النادي المصري ده يبقى تعليقك؟ معلش يعني مع احترامي اللي اتفرج على ماتش الزمالك والمصري، الزمالك اتغلب 2-1. هل الزمالك كان يستحق ان هو يكسب؟ لا. مجريات المباراه كلها ما تقولش ان الزمالك يستحق ان هو يكسب الماتش ده مبدئيا. فانت ما تعلقش شماعه ان ضربه الجزاء الكوره المفروض دخلت وما دخلتش. هو نادي الزمالك قاعد 90 دقيقه عشان يستنى ضربه جزاء؟ نادي بتاريخ نادي الزمالك بلعيبه نادي الزمالك، احسن لعيبه في مصر، زيزو احسن لعيب في مصر، عبد الله السعيد احسن لعيب في مصر، ناصر ماهر احسن لعيب في مصر. يا جماعه مش ده كلام الجمهور؟ اللعيبه اللي هي احسن لعيبه في مصر الموجوده في نادي الزمالك قاعده مستنيه ضربه جزاء واحده؟ يعني انت ما تطلعش غلطك فنيا في اللعيبه، في الجهاز الفني، في ادائك في المباراه، في ان كوره في ضربه جزاء اتشاطت احنا بنتكلم فيها دخلت ولا ما دخلتش عشان ترجعك للماتش. وخلي بالك لو كانت رجعتك الماتش انت كنت هتبقى 1-1، يعني برضو انت مش كسبان، برضو ما تضمنش اللي قدام فيه جاي فيه ايه. انا بتكلم ان الزمالك ما قدمش حاجه في الماتش، الزمالك ما عملش حاجه في الماتش. فانت ما تجيش تقف على ضربه الجزاء دخلت وما دخلتش. وعلى فكره احقاقا للحق هي فيها وعليها، يعني يتقال ان هي دخلت ويتقال برضو ان هي ما دخلتش. الناس كلها هتهاجمني دلوقتي او بعض الناس هتقول لي ازاي الكوره ما دخلتش، ازاي. يا فندم ارجع للمباريات بتاعت كاس العالم، الكوره الشهيره بتاعت منتخب اليابان في كاس العالم 2022. الكوره كانت على خط المرمى واللاعب راح لعبها برجله. اكيد لو انتوا بتتفرجوا على كوره متابعين كوره تفتكروا الكوره ديت. لا، المهاجم الوينج حطها برجله، كانت خلاص خارجه ضربه مرمى، حط رجله لعبها، اتزحلق عليها ولعبها، اتلعبت عرضيه والمهاجم حطها بدماغه دخلت جول والحكم حسبها. قال لك اطار الكرة بالكامل ما خرجتش بره خط المرمى. اطار الكرة بالكامل ما خرجتش، والكاميرا وانت بتتفرج عليها انت شايف الكرة كلها بره. جابوها بقى بعين الصقر وشافوا ان الكرة فعلا اطار الكرة كلها ما خرجش بره. طب انت عندك مشكلة في التصوير؟ اه عندك مشكلة في التصوير. في مشكلة فيها الكرة ديت فيها ظلم الحكام؟ اه فيها ظلم. اللعبة دي فيها ظلم الحكم الساحة وحكم الراي اللي كان واقف على منطقة الجزاء عشان يشوف الكرة دخلت ولا لا. الكرة خداعة. انت عندك مشكله في التصوير؟ اه عندك مشكله في التصوير. عندك مشكله في الفار؟ اه عندك مشكله في الفار. عندك مشكله في الحكام؟ اه عندك مشكله في الحكام. بس مش على نادي الزمالك بس، على الفرق كلها يعني. يعني مش نادي الزمالك المقصود يعني. تمام، طب حلو. بالعقل اطلع استنكر، قول ما ينفعش، قول ليا حق، قول ليا كذا، قول ليا كذا. لكن اشمعنى تنسحب الماتش للنادي الاهلي؟ اشمعنى يعني ماتش النادي الاهلي تنسحب منه؟ طب ما انت لعبت امبارح، لعبت اول امبارح ماتش قصاد فاركو، ما انسحبتش منه ليه؟ بالعقل انا بس عايز اعرف ليه نوصل الامور لكده. احنا ما صدقنا ان مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الاهلي كان في توافق، كان في تفاهم، والاهلي راح لنادي الزمالك والنادي الزمالك راح للاهلي في زيارتين. الجمهور هادي،
الادارات محترمه، بيتعاملوا باحترام. ليه نفتعل، او ليه يجي قرار يسوق المنظومه تاني اللي كانت ماشيه كويس؟ ليه؟ هو انت النهارده بتاخد، هتقول لي انا ده قرار اداري ملوش علاقه، اي علاقه خاص بالنادي الاهلي. اوكي، بس الجمهور مش هيفهم كده. الجمهور هيفهم، جمهور الزمالك هيفهم احنا مش هنلعب ماتش الاهلي. فجمهور الاهلي انتم منسحبين، لا احنا ما بننسحبش، دي كرامه و ترجع مشكله تاني. ما انت برضو انت مش باصص لقدام، انت مش باصص للجمهورين، انت باصص اللي انت كده بتجيب حق جمهورك او حق نتيجه. لا، انت بجد ما بتجيبش حق. هو فين اللي انسحب؟ طب ما انت انسحبت من كاس السوبر، وبيراميدز لعب كاس السوبر، طبعا مع اداره مختلفه، بس في الاول وفي الاخر الدنيا ما وقفتش. يعني الدنيا ما وقفتش. بيراميدز راح لعب مكان كاس السوبر، اتغلب كسب ايا كان، الدنيا ما وقفتش. فليه نفكر في انسحاب؟ يعني حاول تعالج المواضيع او تعالج المشاكل باساليب تانية. واشمعنى ماتش الاهلي؟ طب ما انت لعبت ماتش فاركو قبليها. وبعدين يطلع متحدث الرسمي لنادي الزمالك، لا اصل احنا مش بنتكلم عن ماتش الاهلي بس، احنا مش هنلعب اي مباريات تانية. ايوه، ايه الفكره برضه؟ انت خلي بالك، يعني انت جاي بتتكلم بعد ما انت خلصت الكونفدراليه، بعد ما الاهلي خلص دوري ابطال، بعد ما بطولات كتير انت كنت مشارك فيها كنادي الزمالك والنادي الاهلي في مباريات كتير وفي بطولات كتير، فطبيعي كانت بتأجل لك مباريات كتير. دلوقتي انت عشان خلصت البطولات دي، فانت بتحط زي ما بيقولوا كده عقده في المنشار. طب انت شايف ان في وقت تاني ان يتأجل مباريات اللي انت كما تلعبش؟ النادي الاهلي كان بعض الاصوات بتطلع من نادي الزمالك، الاهلي بص احنا لاعبين كام ماتش والاهلي لعب كام ماتش وبص الفرق، بص. طب ما الاهلي النهارده لاعب زيه زيك، فرق ماتش. يعني انا شايف ناس بتحط عقد في المنشار وحاجات كلام غريب بيتقال، وانت شايف كده اللي انت بتدور على كرامة دي مش كرامة نادي الزمالك. وعلى فكرة الجمهور اللي بيقول لك ان انت كده صح واللي انت كده، ده احنا نادي مبادئ واحنا بندور على كرامتنا، كلام غلط، مضحوك عليك. طب معلش مع احترامي ليك، يعني ما انت ما رحتش كاس السوبر، ايه اللي فرق؟ ايه اللي فرق؟ هتقولي لا ده عشان الكهرباء كان موقوف وبتاع فاحنا مبادئ. ايوه، انت كسبت ايه؟ بالعقل بس، واحده واحده كده. الكهرباء لعب ماتش بيراميدز، ماتش السوبر، والاهلي لعب بالماتش مع بيراميدز وخلص الماتش. الجمهور فاكر ايه؟ انت ما لعبتش الماتش، انسحبت من الماتش. هو ده الجمهور فاكره. الجمهور لا فاكر ان انت مثلا اخدت موقف وطني، او انسحبت من حاجه وطنيه، او قطعت حاجه بخصوص مثلا مصر فلسطين، حاجه يعني عاديه، يعني مش حاجه قويه ملهاش مردود او مسمع او حاجه ليها مردود قوي. في الاول وفي الاخر احنا النهارده عدى على كاس السوبر قد ايه؟ عدى سنه ونص. في الاخر ايه اللي حصل؟ الاهلي لعب وبيراميدز لعب والاهلي كسب كاس السوبر. هو ده الجمهور فاكره. الجمهور فاكر برضو ان نادي الزمالك انسحب بس. فانت عايز توصل لايه؟ واقول لك على حاجه، النهارده الحد الماتش المفروض يوم الثلاث، تمام كده؟ في قرار سيادي، انا بقول لك الجديد، الزمالك 95% هيلعب الماتش بقرار سيادي قولا واحدا. في كانت قاعده معموله امبارح مع وزير الشباب والرياضه ورابطه رئيس رابطه الانديه، مع كابتن حسن لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. بص بقى، نادي الزمالك وصل الامور لفين. طب الزمالك لو لعب، جمهوره هيقول ايه على مجلس الاداره؟ مش صاحب كلمه، او انتوا بتاخدوا مواقف بترجعوا فيها. دخلنا في مشكله تانية، مشكله كبيره تانية. مجلس الاداره ده مش موثوق فيه، ما عندوش شخصيه، ما عندوش كرامه وقصص اياها دي. طب ليه؟ الجديد ان احتمال كبير يبقى فيه قرار سيادي ان ما ينفعش في الوقت الجاي، البلد مش مستحمله تحصل امور زي دي. تمام؟ ده كلام ممكن اول مره تسمعه. 95% الماتش هيتلعب، والاهلي هيروح. حتى لو الزمالك ما راحش الاهلي هيروح، ولو الزمالك ما راحش هيبقى فيه 3 نقط مخصومين. الاهلي هيبقى كسب الماتش طبيعي جدا، وفي نهايه الدوري هيتخصم من نادي الزمالك 6 نقط وهتطبق اللائحه، والماتش مش هيتاجل. انا بس بقول لك على المفيد وعلى الاخر. وبرضه هتعدي بينا السنين، وبرضه الناس هتفتكر ايه؟ هتفتكر الاهلي خد 3 نقط عادي جدا والزمالك اتخصم منه 6 نقط وخلص الماتش بانسحاب الزمالك عادي. زي برضه من 4 5 سنين لما الزمالك قصه الاتوبيس واتوبيس ما راحش طب ما برضه الاهلي اخد ال3 نقط ونادي الزمالك اتخصم منه في اخر الدوري 3 نقط. ايه الموقف اللي انت ثبته؟ ولا اي حاجه، اي كلام.
انا عارف ان كلامي ممكن ما يعجبش ناس كتير، بس يا جماعه بالعقل بالمنطق، انت ليك حق خده. بيقول لك كده في مثل يقول لك ايه، اخذ الحق حرفه. ما ينفعش تطلع قرارات كده، انا هنسحب انا هنسحب انا هنسحب. ما ينفعش. هو انت الوحيد اللي بتشوف ظلم؟ لا، بيراميدز بيشوف ظلم، الاهلي بيشوف ظلم، الزمالك بيشوف ظلم، اسماعيلي بيشوف ظلم، مودرن فيوتشر بتشوف، كل الانديه بتشوف ظلم. اوقات بيجي معاك الظلم ده تبقاش انت مظلوم، بل بالعكس بتبقى الفرقه اللي قدامك مظلومه منك، وبتمشي معاك في قرارات بقى، ضربات جزاء، في فاولات بقى ما تستحقش تاخدها، في كروت حمراء، ايا كان. وفي ساعات العكس، دي كوره مكسب وخساره. انا ما بقولكش ان احنا افضل حاجه. الدوري الانجليزي نفسه طبعا ما بقارنش، احنا دول مسابقيننا من 100 سنه ضوئيه. الدوري الانجليزي نفسه فيه اخطاء تحكيميه كانت فضيحه السنه اللي فاتت. فانت بتتكلم على ايه؟ ده ملخص كلامي. ممكن تتفق معايا وما تتفقش معايا، بس انا بقول لك المباراه هتبقى في ميعادها يوم الثلاث. الزمالك وصل او جه ده قرار سيادي بحت، عشان بس تبقى عارف هيبقى مجلس اداره رجع في قراراته ليه. ولو ما جاش هيطبق اللائحه عادي جدا، 3 نقط هتخصم من نادي الزمالك و6 نقط هتتخصم في نهايه الدوري، دي اللائحه. السلام عليكم، يا رب اكون وصلت لك كل جديد.